ناس كتير بتسأل عن ثروة الفنانين بالأخص العمالقة اللي زي عادل إمام ومحمد رمضان وغيرهم من الوسط الفني، واللي هتتصدم لما تعرف حجمها واللي بيمتلكوه. عادل إمام، الزعيم عادل إمام واحد من أكبر وأشهر الفنانين في مصر والوطن العربي، ووصلت أعماله لأكتر من 114 فيلم و10 مسرحيات، وقدر من خلال الفن يجمع ثروة كبيرة جدا تقدر ب150 مليون دولار، واللي بيعادل أكتر من 6 مليار جنيه. محمد رمضان نمبر 1، قدر يحقق ثروة كبيرة في وقت قصير بعد ما عمل 15 فيلم و6 مسلسلات من بطولته. وقالت تقارير مختصة بثروات الفنانين إن ثروة رمضان بتقدر ب10 مليون دولار، واللي بيعادل بالمصري أكتر من 500 مليون جنيه. وده بجانب طبعا أسطول سياراته اللي بيمتلك 8 سيارات من الأغلى في العالم، وبيمتلك 3 فيلل، 2 بالشيخ زايد وواحدة بالساحل الشمالي، ودخله من الإعلانات وقناته على اليوتيوب. رامز جلال، في مفاجأة للجميع، رامز قدر يكون ضمن قائمة الفنانين الأغنى في مصر، وقدر يجمع ثروة كبيرة في الفترة الأخيرة بعد ما قدم برنامجه الشهير للمقالب في السعودية، وقدر يجمع ثروة بتقدر ب 13 مليون جنيه، واللي بتعادل بالمصري 650 مليون جنيه. أحمد عز قدر يحقق جاني السينما المصرية ثروة تخطت 35 مليون دولار بحسب التقارير المختصة بثروة الفنانين، واللي بيعادل أكثر من مليار و750 مليون جنيه. هاني شاكر حقق أمير الغناء العربي ثروته من خلال مسيرته الفنية على مدار 40 عاما، اللي بتقدر ب 32 مليون دولار، أي ما يعادل مليار و500 مليون جنيه مصري. كريم عبد العزيز، تقدر ثروة كريم عبد العزيز بنحو 45 مليون دولار، ما يعادل 2 مليار جنيه مصري. أحمد حلمي، ووصلت ثروة أحمد حلمي ل 32 مليون دولار، وهو ما يقارب مليار ونصف جنيه مصري. أحمد السقا، ووصلت ثروة السقا ل 19 مليون دولار، واللي بيعادل بالمصري 950 مليون جنيه. ياسمين عبد العزيز، تقدر ثروة ياسمين ب10 مليون دولار، بالمصري يعني 500 مليون جنيه. أمير كرارة، ثروته تقدر ب6 مليون دولار، واللي بيعادل 300 مليون جنيه مصري.